بس. الجزء الثالث، ازاي نكسر البرمجة القديمة دي ونخلق نسخة جديدة. طبعا انت دلوقتي بتسأل ازاي؟ الحل ببساطة يا بطل انك تكسر العادات القديمة دي وتعيد اختراع نفسك، وده مش هيحصل الا ب3 خطوات. لازم تغير طريقة تفكيرك، لازم تغير طريقة مشاعرك، لازم تغير أفعالك وسلوكك. لكن أهم خطوة إنك تبقى واعي، إنك تكون واعي. طبعا كلنا عارفين الفرق ما بين الوعي واللاوعي، مش موضوعنا النهاردة، ولكن الوعي هو إنك تكون مدرك بكل تفكيرك ومشاعرك وحواسك أنت بتعمل إيه دلوقتي. يعني إيه؟ يعني تبتدي تتابع وتلاحظ نفسك أنت إمتى بتخش في دايرة القلق، إمتى بدأت تكرر نفس ردة الفعل الغلط اللي أنت ما بتحبهاش، إمتى عقلك رجع يلوم نفسه بنفس الطريقة. هو ده الوعي. وأول لما توصل للحظة الوعي، في اللحظة دي أنت اللي بقيت المتحكم. دي اللحظة اللي بتكسر فيها التكرار. التغيير محتاج إنك تخرج بره منطقة الراحة، الكومفورت زون، أو بره منطقة العادات اللي أنت بتعملها من غير وعي، ومحتاج إنك تقبل الشعور بعدم الراحة.